هو انت تعرف يعني ايه ريكيرجن؟ ناس كتير قوي فاكرين ان الريكيرجن صعب، بس انا عايز اقول لك على حاجه. الريكيرجن من اسهل الحاجات اللي ممكن تتعامل معاها، بس محتاج انك انت تفهمها صح. الاقي واحد في الكومنتات طالع يقول لي يعني الناس كلها بتقول على الريكيرجن صعب وانت بتقول سهل. افاجئك واقول لك ايوه هو سهل. تعال نفهمه واحده واحده مع بعض. الريكيرجن باختصار هو ان فانكشن تقعد تنده على نفسها ثانيه واحده. فانكشن بتنده على نفسها بالظبط، هو ده اللي بيحصل. ولا ده مش بج او ده مش ايرور، احنا بنعمل كده قاصدين علشان عايزين نوصل لحاجه معينه. طيب ما تيجي ناخد مثال عشان نفهم الموضوع بطريقه احسن. ومن اشهر الامثله على الريكيرجن دايما وهو موضوع الطابور. تخيل معايا ان احنا واقفين في طابور وعايز تعرف انت رقم كام في الطابور ده وانت واقف اخر واحد. فبالمنطقي انت هتبدا تسال اللي قدامك، فاللي قدامك هيقول لك والله مش عارف، استنى هسال اللي قدامي. فاللي قدامه يقول له برضو انا مش عارف، استنى اسال اللي قدامي. وهنفضل هكذا لحد لما نوصل لاول واحد. اول واحد مفيش حد قدامه، فهو بالمنطق هو عارف ان هو اول واحد، فراح رادد على اللي وراه وقال له انا رقم واحد. فبرضه بالمنطق اللي وراه عرف ان هو رقم اتنين، راح رادد على اللي وراه وقال له انا رقم اتنين. راح اللي وراه بالمنطق عرف ان هو رقم تلاتة، وهكذا 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 لحد لما وصلنا للحد اللي قدامك. والحد ده قال لك انا رقم 8. فبالمنطق انت على طول عرفت ان انت بقيت رقم 9. هو ده بالظبط الريكيرجن. الريكيرجن هو فانكشن بتقعد تكرر نفسها بس بالعكس لحد لما نوصل للبيس كيس، والبيس كيس لما بنوصل له الفانكشن دي بتبطل ان هي تكرر نفسها. طيب ده كان شرح بسيط وسريع على الريكيرجن، بس لو عايز تفهم الريكيرجن بطريقه احسن في فيديو نزل على يوتيوب بنشرح فيه الريكيرجن في 10 دقائق بس، وكمان حلينا عليه مساله، وفي فيديو تاني بنحل فيه بس مسائل عن الريكيرجن. اكتب لي في الكومنتس يوتيوب وابعت لك لينك القناه اللي بينزل عليها كل المحتوى بتاعنا، وما تنساش انك تعمل لايك واعمل لي كومنت واللي عايز تشوف ايه الفيديوهات اللي جايه.